نعلق بعد القصة. أحسن خلاص. نعلق بعد القصة يا شباب. دقيقة خلونا نقول قصة ونعلق بعد القصة واللي صارت. اليوم في مناورة تدريبية. كان في المناورة التدريبية حسين عبد الغني كان يلعب توماسوف وخالد الغامدي، وحسين عبد الغني في ضدهم. فريق آخر ضدهم. توماسوف كان يساند خالد الغامدي. توماسوف في المناورة كان يساند دفاعيا خالد الغامدي ويسانده جيدا. حسين عبد الغني قال لتوماسوف، قال يا أخي ليش ما تساندني في المباريات زي ما تساند دفاعيا الآن؟ لو ساندتني كان يعني يصير الوضع أفضل. جاء توماسوف ما رد على حسين، يعني زي اللي تجاهله، وجه يعني زي اللي قال لخالد الغامدي لا يا خالد حسين لا يلعب اوفرات او لا تخليه ياخذ راحته. حده كلام وطرح في مناوره. فمشى الوضع عادي في المناوره. في وسط المناوره جاء توماسوف اتجه لزوران وقال لزوران اللي هو توماسوف، اتجه لزوران وذكر لزوران قال حسين عبد الغني يضايقني في المناوره يكلمني ويقول ليش كذا وكذا. جاء زوران وقف المناورة، استدعى حسين عبد الغني قال له يعني ليش أنت كلامك أكثر من أدائك. طبعا زعل حسين. أصلا زوران أول ما استدعى حسين قال ليش تكلم توماسوف، أنت كلامك أكثر من أدائك. يعني غضب حسين تلاسن، وصل الأمر تلاسن قوي جدا. يعني للمرة الأولى يحدث هذا الشيء. يعني حتى زوران توعد حسين، يعني من الأخير زوران توعد حسين قال يعني إذا لا بعد التمرين اطلع. إلى هالدرجة وصلت. أنا قايل لك الموضوع قبل ما نسمع ذا القصة. بصراحة هذا الأمر وصل لهذه المراحل بسبب يعني صراحة ما في تدخل إداري صارم. ما أتكلم عن اللاعب أو أتكلم عن زوران. تجلس في طاولة واحدة، تجلس في طاولة واحدة مع اللاعب مع المدرب تحل هذه الإشكالية. يعني التدريب يخرب أو مناورة تخرب عشان هذا الدور الرئيسي. موجود طارق اقول لك لا موجود رئيس النادي. لا شوف انا بقول تدخل اداري وش معناه؟ شوف انا بقول لا محمد دقيقه. لا بقول لك اذا وصلت مدرب مع لاعب مو بإداري، هذا على مستوى الإدارة. مجلس رئيس مجلس الإدارة لابد. الأمير فيصل كان موجود. هذا تدخل إداري. كان موجود الأمير فيصل بالتمرين. ما أدري، لا ما أقدر أكد. والله شوف أنا بقول لك لكن وصلت موجود. كان الأمير فيصل كان موجود الأمير فيصل من تركيا. بس بصراحة ترى مستوى النقاش اللي كان بين زوران وحسين عبد الغني زي اللي يعني بالعامية نقول خربت. عرفت يقول خربت. أقول لك بعد اليوم اللي صار انتهت. يعني الآن يا حسين عبد الغني يا زوران